السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا نشوفوا مع بعض البسكوتة الحلوة دي، بسكوتة البسكريم. دي تشتريها طبعا غالية جدا والولاد دايما بيحبوها. احنا نعملها في البيت اوفر لنا واحسن بكتير. بصي بسكوتة ناعمة جدا وهشة جدا. بصي عاملة ازاي، يعني انت متعرفيلهاش بصراحة من كتر جمالها. زي الجاهزة بالظبط اللي بنشتريها من بره، يمكن احسن كمان. ومقادير موجودة في كل بيت، حاجة كده سهلة وخفيفة تقدري تعمليها في 10 دقايق. مش هتكلفك حاجة خالص. وهقولك على كل التريكات اللي ممكن تطلعوا معاكي يفشل منك وينجحوا معاكي. معايا كوبايه الا ربع من السمنه، كوبايه الا ربع من السمنه، يعني حوالي 170 جرام من السمنه. انا عايزه السمنه بتاعتي تكون يعني لا هي في التلاجة جامده ولا هي سايحه، زي ما انت شايفه كده، ان انا اقدر ان انا الفها تبقى سهله على ايدي. ومعايا نص كوبايه من السكر البودره. انا ممكن تحطي السكر العادي، بس السكر العادي هياخد معاكي وقت في الضرب. زي ما انت شايفه كده، انا بعمل بالمعلقه اللي هي السيليكون السباتشولا. انا مش بعمل بهاند بلندر ولا خلاط ولا مضرب يدوي ولا اي حاجه. انا حاول ان انا بقالي فتره بشتغل بالمعلقه كده قدامكم، بحيث ان اللي ما عندوش ولا حاجه من الحاجات دي او بيستصعب تشغيلها، اهو بايديا اهو قدامكم وما بقطعش قدامك التصوير بتاعي. واحده واحده اهو لحد ما نعمله مع بعض اهو. انت تفضلي تقلبي كده. لو عملتيه بالمضرب السلكي خلي بالك ان هو السمنه والسكر هيخشوا في السلك وهيضايقوكي جدا في الضرب. انت تفضلي تعملي زي ما انا بعمل كده فتره طويله لحد ما اللون يتغير ويبقى كريمي خالص كده. هي سهله جدا، مش هتاخد منك وقت يعني ولا مجهود. افضلي بس تقلبيها بالشكل ده كده لحد لما اللون يفتحها وتبقى كريمي معاكي. كده احنا وصلنا للقوام المظبوط واللون اللي احنا عايزينه. دلوقتي معايا ايه؟ ربع كوبايه من الزيت، يعني حوالي 4 معالق من الزيت. كده لحد كده كويس. هنفضل بس نقلب المحتوى ده كله كده مع بعض، السمنه على الزيت على السكر، لحد لما يبقى بصي سايل خالص معايا. السيلان بتاعه ده هو هيبقى الماده اللي هي هتلم معايا العجينه او هتلم معايا الدقيق، لان أنا مش هحط سوائل. هتبقى معايا زي ما انت شايفه كده، هيبقى الزيت والسمنه والسكر. بص كده انا بفضل اقلب تقليب مستمر. انا مش عايزه اي بواقي سكر ولا عايزه اي حاجه خالص، ولا عايزه كله يبقى مختلط مع بعضه، يبقى اللون كريمي يبقى فاتح. الخطوه دي مهمه جدا، ان انا افضل اضرب بالطريقه دي كده لحد لما كله يمتزج مع بعضه. حاول بقى نلم كل الحاجات اللي على الحروف دي كده. معايا بيضايه بحراره الغرفه، يعني مش من التلاجة. برضو هفضل اضرب فيها، لا هفضل اضرب فيها وقت، لان البيض بتاعها ما كانش هيدوب، مش دايب معايا بسرعه طبعا عشان بالمعلقه. لو بمضرب او هاند بلندر او حاجه كان هيبقى سهله معايا، هيضرب بس اسرع من كده. بس مش مشكله، انا هوريكي برضو وانا بقلب. بصي بيطلع معايا الزلال بتاع البضايه سليم لسه. فانا برضو هحاول ان انا اضرب شويه كمان لحد ما كله يدوب في قلب بعضه اهو. بصي وانا بضرب، بصي لسه البياض موجود، ما تخفقش معايا جامد. هفضل بقى اقلب زي ما انتم شايفين كده. طبعا بيض يبقى لازم فانيليا طبيعي يعني. هنحط بقى انتي الفانيليا بتاعتك بودر او سايلة زي ما اتفقنا قبل كده. معلش عندي احتقان فانا زوري بيوجعني جدا، فانا مش صوتي مش قوي النهارده. دول ذره من الملح زي ما انت شايفه كده، يعني حاجه لا تذكر من الملح، بس هو بيعدل الطعم وبيبقى حلو جدا في البسكوتات والمعجنات، وانت عارفين كده كويس قوي. دلوقتي معايا كوبايه من الدقيق زي ما انتوا شايفين، دي اول كوبايه انا هنزلها من الدقيق بتاعي. هفضل اقلب فيها برضو بالمعلقه، مش هنزل ايدي خالص ولا هستعمل ايدي خالص دلوقتي. انتوا عارفين البسكوت بيعضم من كتر العجن، انا مش هعجن بايدي خالص غير في مراحل بسيطه جدا لمجرد لم العجين. واديكم هتشوفوا معايا دلوقتي انا بتعامل مع البسكوت ازاي. الخطوه دي انا بعملها ليه؟ ما حطيتش الدقيق كل مره واحده، انا عايزه برضو يبقى ناعم معايا. الخطوه دي مهمه جدا لان بتخلي البسكوته بتاعتي ناعمه وهشه. لان ما بحطش الدقيق وافضل ان انا اعجن، لا انا مش عايزه اعجن. انا عايزه يخش معايا في مرحله ان برضو الدقيق مع الزيت والسمنه يخش في مرحله الكريمه. بص بقى ناعم معايا ازاي، يبقى ناعم جدا جدا جدا. وانت بتستعملي الدقيق معاهم بصي ما تحسيش انك ده دقيق اصلا. تمام. دي معلقه ممسوحه من البيكنج باودر، ومعايا برضو معلقه كبيره من النشا. النشا دوت هو اللي بيخليها مقرمشه، السمنه بتخليها ناعمه. عارفه بقى الاتنين مع بعض كده حكايه. هنحط دلوقتي كمان الكوبايه التانية من الدقيق، وبرده هقلب بالمعلقه زي ما انتم شايفين كده. مش هدخل ايدي برضو لحد دلوقتي كده، مش هدخل ايدي خالص، كله هيبقى بالمعلقه زي ما انتم شايفين. حاول اجيب من تحت ومن فوق.
بصي لحد دلوقتي، بصي العجين بتاعتي اللي عملت عرق ولا اي حاجه خالص. العجينه بتاعتي بتلم معايا كانها لسه سايله، ما فيهاش اي عرق خالص من كتر التقليب اللي بقلبه ولا التعجن اللي بعجنه ولا اي حاجه، سايحه خالص اهي معايا خالص. في نص كوبايه من الدقيق، طبعا هطلعها دلوقتي، بس النص كوبايه دي انا هخليها احتياطي، يعني هحط منها شويه شويه لمجرد ان العجينه تلم معايا. انا مش هدلق النص كوبايه كلها مره واحده. عارفين ان الدقيق مختلف من عندي وعندك، وانواع كتير بتختلف معانا في العجن. انا النص كوبايه دي هفوض منها او هحطها كلها على حسب ما هنشوف معانا دلوقتي هنعمل ايه. انا حطيت حوالي معلقتين دلوقتي وهقلب، طبعا شايفين العجينه سايله لسه. هحط المعلقتين دول وهفضل اقلب كده اهو، بس العجينه تلم معايا وما تبقاش سايحه خالص، يعني عايزاها تلم معايا وما تكونش سايحه خالص، عشان برضو اقدر ان انا اقسمها واشكلها واعمل فيها اللي انا عايزاه. بصي كده خلاص انا بساوي العجينه بتاعتي اهو. هبدا بقى ان انا اقسم وهي لسه سايحه خالص اهو قدامكم. انا لسه ما ربطتش العجينه ولا خليتها تحط الدقيق بتاعها كامل. هحط النص في طبق والنص التاني هخليه في الطبق زي ما هو. ليه؟ لان النص ده هحط عليه كاكاو والنص ده هخليه ابيض. دلوقتي حطيت على الابيض معلقتين كده من الدقيق وهفضل لان الم. برضو هشتغلها بالمعلقه، هفضل شغاله بالمعلقه. عايزه اقول لك ان العجينه بتاعتي لحد دلوقتي هي ناجحه جدا جدا، لان بحط دقيق مره واحده، مش مره واحده قصدي، سنه سنه. انت بقى غلطتي والدقيق زاد منك شويه، ممكن معلقه لبن دافي، معلقه لبن دافي وسنه سنه كده تنزلي المعلقه. لمت معاكي العجينه وبقت كويسه تمام، ما لمتش معلقه كمان من اللبن هيبقى حلوه معاكي العجينه وهتلم معاكي وهتبقى ناعمه جدا. دي لو مرحله ان العجينه معاكي فرولت او شققت او ما طلعتش معاكي مظبوطه زي ما انت عاوزه. تمام كده. انا العجينه بتاعتي ممتازه، وهو بدات ان انا المها بس بايدي، يعني انا خلاص ما عجنتش، هي كلها لمت بالمعلقه، بس انا بحاول ان انا انعمها الخطوه دي عشان تنعيم العجينه بس مش اكتر، وخليها ما تشققش. الم العجين بايدي كده عشان ما تشققش. وهاخد منها قطعه كده وهوريكم ازاي ما تعرفي اذا كانت مشققه ولا مش مشققه، زي الاختبار اللي بنعمله للغريبه بالظبط. شوف احنا لما بنيجي نعمل الغريبه بناخد منها حته وبنلفها بايدينا وبنشوف اذا كانت هتشقق ولا مش هتشقق. هعمل معاكي نفس الحركه دي دلوقتي اهو. انا خدت قطعه من البسكوت اهو قدامك، وهبدا ان انا اشوف لو انا دوست عليها كده ولقيتها شققت، هعرف ان العجينه بتاعتي نشفت مني او حطت لبن حطت دقيق زياده. هبدا احط لها معلقه اللبن زي ما قلت لك. الناحيه التانية طبعا حطيت معلقتين من الدقيق، هنا هحط معلقتين من الكاكاو، مش هحط دقيق خالص. وهبدا برضو ان انا اقلب زي ما انت شايفه كده. برضو نفس الكلام، لو الكاكاو بتاعك نشف العجينه وحسيت ان العجينه بتاعتك مشققه، انزلي عليها بمعلقه لبن، ولو لقيتيها لسه برضو حطي عليها معلقه لبن تاني، بحيث ان العجينه بتاعتي ما تكونش مشققه معاكي خالص وتطلع معاكي ناجحه. البيكنج باودر ما تبقيش كريمه قوي في البيكنج باودر، على قد ما تقدري معلقه ممسوحه او نص معلقه من بتاعه الشاي، ما تكتريش عن كده عشان ما تفرش منك وتتنفخ منك. ده بسكوت، احنا مش عايزين حاجه تنفخ معانا ولا اي حاجه، دي مواد رافعه بس مش اكتر. انا هوريكي دلوقتي برضو الكاكاو بتاعي زي ما انت شايفه اهو، وهوريكي برضو انها ما شققتش معايا اهو. ادي العجينه بصي اللمعه وبص عامله ازاي كده، برضو مش شققتش. هبدا بقى ان انا اكورهم زي ما انتم شايفين كده، كور قد بعضها بالتقريب، يعني انا ما عملتش بميزان ولا حاجه، بس هو بالتقريب زي ما انت شايفه كده. انا جبت البسكوت بتاعي، طبعا انت تقدري تعمليهم باربعه، انا عاملاهم ب6، تقدري تعمليهم باربعه برضو هيطلع معاكي شكل حلو. بس انا حبيت اعملها زي الجاهز بالظبط. زي ما اختيارك بقى، انت عايزه تعمليها 5، عايزه تعمليها ب4، عايزه تعمليها ب6 برضو مفيش مشكله. بس انا بعمل الشكل اللي هو زي جاهز بالظبط عشان الولاد يكونوا مرضيين وهما بياكلوها ويحسوا ان هما بيجيبوها زي الجاهز بالظبط من بره. عايزه اقول لكم ان لو ما كنتش شايفيني وانا بعملها انا كنت ضحكت عليهم. بص الشكل طالع عامل ازاي، تحفه. كنت ضحكت عليهم وقلت لهم انا جايباها جاهز من بره، ودي البسكوت اللي انا جايبت علبه وفتحتها. ده الشكل النهائي انا بعد ما خلصت كله اهو. ده الشكل اللي انا عملته، هدخله على فرن متوسط الحراره هيطلع معايا تحفه. انا كده خلصت. بصي البسكوته عامله ازاي، ولا نفخت ولا نفشت ولا ريحت ولا ساحت ولا اي حاجه خالص. العجينه بتاعتي مظبوطه، مفيش حاجه مشققه. البسكوته بتاعتي ناعمه، فيها سنه قرمشه زي الجاهزه بالظبط بالظبط، ما اختلفتش لا في طعم ولا في شكل. اتمنى انك انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه في التعليقات. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد.